السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هبة خالد من قناة بيور وصفة. النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض وصفة سهلة جدا وبسيطة وغير مكلفة بالمرة. وصفة بتعمل على توحيد لون البشرة، وكمان بتعمل على تحسين لون البشرة، بتديها نضارة، بتخلصك تماما من البقع الداكنة السواد حوالين الفم، وكمان بتحفز الكولاجين في البشرة. هي مكونات الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن قشور البرتقال. طبعا قشور البرتقال احنا بنرميها وما نعرفش ايه هي فوائدها المبهرة، هنعرفها ان شاء الله في اخر الفيديو. وعسل النحل. طيب انا عملتها كده ازاي؟ طبعا بتقشري البرتقال عادي بس تكون مغسول، مغسول كويس. بعد كده بتقشريه وبتروحي طحناه في الكبة، بيطلع عندك بالمنظر ده كده. انا عملت كمية هحفظها ازاي؟ بجيب العلبة بتاعت الفريزر بتاعت التلاجة، بحطه فيه وبخزنه في الفريزر، وبيطلع عندي بالمنظر ده. استخدمه في كل وقت حابة اعمل فيه الماسك لتفتيح البشرة او توحيد لونها. طيب هستخدم الماسك ده ازاي؟ اولا هاخد قشور البرتقال، خدت معلقة كبيرة، هحط عليها نص معلقة من عسل النحل، تمام، ومعلقة كبيرة من ماء الورد. كده وهقلبهم كويس جدا في بعض. طيب هسيبه بس 15 دقيقة بحيث ان العسل وماء الورد يتفاعلوا مع قشور البرتقال. احطهم في التلاجة لمدة ربع ساعة، بعد كده احطه على بشرتي لمدة 20 دقيقة. ايه بقى فوائد الماسك بتاعي وازاي هستخدمه؟ اولا هستخدمه على بشرتي، بشرتي تكون نظيفة تماما، واستخدمه على بشرتي لمدة تلت ساعة. هستخدمه 3 مرات في الاسبوع. طيب ايه هي فوائد بقى قشور البرتقال الهايلة جدا؟ اولا بيعمل على تحسين لون البشرة وتوحيد لونها، بيخلصك من اي بقع داكنة للناس اللي بتشتكي ان في سواد حوالين الفم، وناس كتير بتشتكي من الموضوع ده، او بقع بنية في اثر في الوش، بقع بنية. وهو مبيض قوي للبشرة لأنه بيحتوي طبعا على فيتامين سي الرائع جدا اللي بيعمل على تحسين لون البشرة بصورة كبيرة. كمان محارب لعلامات الشيخوخة. المواد المضادة للأكسدة بتعمل على اللي بتوجد يعني في قشور البرتقال، بتعمل على محاربة التجاعيد. التخلص كمان بيخلصك من الرؤوس السوداء والبثور، وبيخلصك تماما من الخلايا والجلد الميت. وطبعا العسل من المرطبات الهائلة جدا للبشرة، وكمان ماء الورد بتعمل على تنظيف البشرة بصورة كبيرة، وبتعمل على قبض مسام البشرة، المسام الواسعة للبشرة. زي ما قلت لك مكون بسيط ورخيص جدا، نقدر نعمل بيه الكميه اللي احنا هنستخدم الموجوده دي. ممكن نخلط معاه زبادي، ممكن نخلط معاه ماء ورد، بس لو ما عندناش عسل ممكن نخلط معاه اي مكون عندنا بحيث يتخلط معانا ونحطه على بشرتنا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من البنات تستفيد منه، تشتركوا لي في القناه عشان يوصل لكم كل جديد اول باول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.